ازاي يبقى عندك دقيق وسمنه وما تعمليهاش؟ دي بتغنيني عن السندوتشات، تخلص اعمل غيرها. القرص المبسوسه ساده ومحشيه عجميه، والله ما طبيعيه في جمالها. اعملي منها كميه وعلى الفريزر، بكون مطمنه قوي لو حد جعان هيلاقي حاجه ياكلها. تعالى اقول لك الطريقه بتاعتها الاصليه بتتعمل ازاي. ما تنسيش اجمل لايك وشير للطريقه. اولا كده معايا كيسين من الخميره، كوبايه ميه، وهبتدي احط كوبايه من السكر. ايوه كوبايه من السكر، عايزه ريقها يبقى مسكر، وما تخافيش مش هتبقى مسكره عادي، ممكن تحطي عليها جبنه. المهم هسيب الخميره تخمر، وانا هعمل 2 كيلو دقيق، وهديكي مقادير الكيلو تحت في التعليقات. حطي كيس بيكنج باودر، حطيت 3 كوبايات من السمنه ونص كوبايه من الزيت، ويا حبذا لو سمنتك كده سمنه بلدي هتخلي القرص بتاعتك كده ايه فطير. حطيت كمان رشه من الفانيليا السائله وانا ببسها، صدقيني بتدي طعم حلو قوي. كمان هحط 4 معالق كبيره سمسم. دلوقتي بقى احنا في مرحله البس، دي قرص مبسوسه مش قرص طريه، فلازم تشربي السمنه للدقيق بالشكل ده بين ايديكي تبسي كده. الناس الهاي اديوكيشن، دو يو نو واتس مبسوسه؟ يبقى هي دي مبسوسه. توصلي للمرحله دي يعني بعد 10 دقايق، شايفين بقت عامله زي الرمله المنديه، وكده القرص بتاعتك هتبقى خطيره. نزلت بقى بكوبايتين من الزبادي، وجبت خليط السكر والخميره نزلت بيه، ودلوقتي كده تدريجيا هنزل بالحليب. وانا هنا حطيت كوبايه من الحليب وكوبايه ونص من الميه على كميه ال2 كيلو دقيق. وهنا بقى انا ما بعجنش، انا بس بلم العجينه زيه كده يا جماعه، زي ما بتعملي الكعك. يعني شوفي الكعك بتبسي وبعدين تلمي العجينه بتاعتك، على فكره بتبقى منتشه بالشكل ده، مش عجينه ملساء. بس كده هو ده اللي انا عايزاه. خلاص انا لميت العجينه وطريه معايا وزي الفل، هبتدي اغطيها واسيبها ترتاح. بصوا الطريقه دي بتنجزني، انا مش بستنى العجينه تخمر، انا بستناها ترتاح. شايفين ما شاء الله زبده في ايديا، وهبتدي اكورها. اعتمدي الطريقه دي في المعجنات هتدعي لي. اول خطوه ريحي العجينه 10 دقائق، وبعدين ابتدي كوريها على قد طبعا حجم القرصه اللي انت عايزاها. ولان انا طبعا بعملها بايدي كده عارفه المقاس بالظبط. بعد ما كورتها كلها بخليها ترتاح 10 دقائق تانية، يعني بخلي الكور ترتاح هي كمان. دلوقتي بقى دي حته عجميه كانت عندي في الفريزر. طريقه العجميه دي عملناها اللهم بارك في العيد، واللهم بارك كانت ترند. هسيب لكم طريقه عمل العجميه للي بيحب القرص بالعجميه. عايزه تحشيها عجوه، تحشيها جبنه، زي ما انت عايزه. بصي الكوره عشان مرتاحه بتتفرد معاكي، هي لسه ما خمرتش، ارتاحت 10 دقائق زي ما اتفقنا. وهنحط العجميه في النص وهنقفل عليها من تحت كويس. طبعا العجميه للي مش عارف معموله بعسل النحل وبالمكسرات والسوداني، فطعمها خطير. على فكره ممكن تحشيها شوكولاته برضو لو ولادك بيحبوا الحشوات دي. بس كده. بصوا بقى هجيب اول كوره انا عملتها خالص وكورتها من الصينيه، وهبتدي افردها في الصاجات بالشكل ده. شايفين ما شاء الله العجينه ناجحه معايا ولا بتلم. وفي المرحله دي بكون مشغله الفرن عشان يدفي المطبخ كده، والصاجات تخمر معايا بسرعه. اول ما تخمر هنغرزها كده بقى بعصايه شيش طاووق، مش عايزينها تعلى قوي، ده القرص المبسوسه والا بقى هتطلع معاكي كايزر. فبخرمها كده. وعندي المشط بتاع الحلويات ده عملت بيه القرص اللي بالعجميه عشان اعرف اميزهم عن بعض. بتدخليه الفرن بتقعد 20 دقيقه. شغلي الفرن حسب فرنك بقى، فوق وتحت او تحت بس لو بيحمر الوش مفيش اي مشكله. اهم حاجه اول ما تطلع القرص تديها رشه الميه. انا ما كنتش لاقيه البخاخ الصراحه، كان جنبي كوبايه برش كل صاج يطلع على طول. الخطوه دي ضروريه جدا في المعجنات. بصوا بقى جمالها، بفردها على صينيه كده بقى واسيبها تبرد تماما. والله يا جماعه كده زبده. عارفه كنز في البيت، عيل جعان هتديها له، هتحطيها في اللانش بوكس، فطار مع الشاي بلبن، خطيره ومفيده ومغذيه. اللي بالعجميه دي بقى حكايه. بتحبي العجوه اعمليها بالعجوه. وبصوا بقى السمسم طعمه تحفه فيها. طريقه التخزين بقى بعد ما القرص بتاعتك تبرد، ما تكونش ساخنه قوي، هتجيبي بقى طباق اكياس بلاستيك زي ما انت عايزه، وتفرزيها عندك في الفريزر على طول. هتسخنيها بقى في الميكروويف او هتسيبيها تفك من بالليل زي ما انت عايزه. بصوا الجمال، بصوا التوريق بتاع القرص المبسوسه، هي دي المبسوسه على اصولها. حبايب قلبي لايك وشير للفيديو، شجعوني. وكمان ما تنسيش تعملي متابعه عشان يوصلك كل جديد. بحبكم في الله، والسلام عليكم.